ما حدش بيصور خيبته. ما حدش بيصوّر خيبته، بس أنا بقى صوّرتها، وقعت في مطب مش قادرة أقول لكم عليه، شايفين طبعًا منظر البسكوت والبهدلة اللي أنا فيها، المضرب اتحرق بقى له فترة وأنا جاية أعمل الغريبة، وما عنديش العجان الكبير، والغطا بتاع الكبة ما شاء الله عليه اللي هو بتاخد لي كل حاجة دي اتكسر، ما فيش غير عندي غير الكبة الصغيرة اللي أنتم هتشوفوها دلوقتي، غطا الكبة الصغير، ويا سلام بقى يالّا مش مشكلة نعمل ببتاع الكيس الحلواني اللي هو الأخضر اللي كلنا بنشتريه نعمل بيه البسكويت والبيتي فور باظ واتقطع، طب أعمل إيه؟ ما عنديش غير الإقماع دي، وبيقول لك إيه، اتصرّف، الجيش بيقول لك اتصرّف. العجينة جميلة وحلوة جدًا، بس القمع مش مساعدني أو أنا مش عارفة أتحكّم فيه، هُم كانوا بيعملوه بيه إزاي زمان؟ أنتم طبعًا شايفين اللبخة اللي أنا فيها، كل ما آجي أحطها مش راضي يتفرد معايا، بيتفرد رفيّع أوي بيتقطع. أنا مش متعودة على القُمع، يمكن لو كنت متعودة عليه كان هيبقى بالنسبة لي سهل وقادرة أعمله ويبقى ما ياخدش وقت معايا، بس كانت المشكلة عندي إن بوز القُمع بتاعي صغير أوي ومش راضي يخرّج بسكويت تخين زي اللي إحنا بنجيبه أو زي اللي أنا باعمله بالقُمع إن هو يبقى كبير، حاولت أعمله بالسكينة ما نفعش يتعمل خالص، بس قررت إن أنا ما اضايقش ولادي ولا أقول بقى خلاص مش مشكلة العجينة وكذا، وطبعًا ما فيش وقت إن أنت تروح دلوقتي إن أنت تشتري كيس حلواني اللي هو السواق الأخضر، لإن أنا مش بالاقي القماش خالص، وكمان بيقولوا إن هو غالي جدًا، وأنا طبعًا مش حلوانية، أنا باعمل الحاجات دي في الأوقات بتاعة العيد بس، فزي ما أي حد بيحاول يتصرّف، فأنا اتصرّفت بس في النهاية الحمد لله. صح هو غلّبني وبهدلني وبقى كانت الدنيا بصراحة بزراميط زي ما بيقولوا، بس تعالَ أقول لكم العجينة كانت حلوة إزاي، وبرغم كل البهدلة اللي أنا فيها دي، العجينة ما فرشتش معايا وطلع البسكويت هش وطلع حلو جدًا بمكونات بسيطة أوي. أول حاجة حطيت حوالي 300 جرام من الزبدة. دي الزبدة أنا مطلّعاها من التلاجة بقى لي يعني ساعتين، وإحنا الجو بتاعنا دلوقتي جو ربيعي، مش جو صيفي ولا جو شتوي، يعني دابت حاجة بسيطة زي ما أنتم شايفين كده، هاحط عليها إيه، معلقتين سمنة بس مش هاخد المتسيّحة كده شوية، لأ آخُدها إيه، المرمّلة اللي ماسكة نَفْسها. طَب هاعمل إيه تاني، أحط عليها حوالي كوباية شايفين ده مَج كبير مش مَج صغير، لأ مَج كبير كده اللي أنا باشرب منّه الشاي بتاعي الكبير كده صوّرته لكم قبل كده، هاضربهم في الكَبّة، حُط عليهم بيضتين، بيضتين بس والله بيضتين بس اسمعوا الكلام بقى كفاية البهدلة اللي أنا فيها. ضربت البيضتين، ده في الكَبّة، لو كان غطا الكَبّة كمان كبير كده ومساعدني، كان زماني خلّصت، حطيت عليهم رشة فانيليا وسِبتهم يتضربوا، بس الحمد لله اتضربوا ووصلوا للون الكريم شانتيه مش اللي فاتح أوي، الكريم شانتيه اللي بيتعمل بزبدة يعني، اللي هو إيه، مصفِر حاجة بسيطة، بس اتضرب. حطيت عليهم كوبايتين كبار، يعني حوالي 450 جرام من الدقيق، وخلّيت جنبي حوالي كوباية كده